ما كان غيخطبها ما والو، كان غيسمح فيها. واش انا برايدزيلا حيت رفضت صاحبتي تخطب في عرسي في شهر 4. تخطبنا العام اللي فات، ولكن في شهر 1 جاني الخبر الصادم. بابا مريض بزاف وما عطاه الطبيب غير 5 شهور باش يبقى معنا. انا اصلا ما كنتش باغي عرس كبير وما كنحملش نكون من حوال الانتباه، ولكن الاب ديالي بغى حفله كبيره وانا بغيت ندير لي خاطرو في كل شيء. صاحبتي الروح بالروح 26 عام، هذه 14 عام وحنا صحاب. هي العكس ديالي تماما، كتموت على لفت الانتباه. ماما وبابا عمرهم حملوها ولكن تقبلوها على قبل، حيت عارفين كنبغيها. سيمانه هذه تلاقينا وحنا كنهضروا وهي تقول لي بواحد الفرحه كنظن باللي بلال واحد السيد اللي كتهضر معاه غادي يطلب يدها للزواج في العرس ديالي، وبقات كتهضر على ان القاعه واعره وبلاصه زوينه باش يتخطبوا. في الطريق وحنا راجعين خطيبي كان جاي يوصلني، قلت له بلي ما بغيتش هادشي يوقع، حنا ديجا كنحتفلوا بالعرس وبابا الله يشافيه وما بغيت حتى حاجه تسرق لينا هاد اللحظه. صيفط لصاحبتي كنحاول نشرح ليها بهدوء وهي تجاوبني: الا غتولي برايدزيلا انا ما بغيتش نكون جزء من هاد العرس ديال الزربه، الا كنتي ما كتحمليش تشوفي ناس اخرين كياخذوا شويه ديال الاهتمام، راكي انسانه مثيره للشفقه وخاصك تعالجي راسك. جاوبتها بميساج: اسمحي لي الا بان لك هادشي تسلط، حاولت نكون متساهله معاك في كل شيء، خلصت لك الكسوه الصباط المكياج وحتى والديك رحبنا بهم. مخلصه لها هادشي كامل وعاد فيها الهضره وكتقول بلي انتي باغيه تكوني محوال انت. الله يعطينا كمارتكي هاد البنت. انتي عارفه انا ما كيهمنيش نبان، ولكن هاد النهار ديال عائلتي وديال بابا، الا كنتي محتاجه الاهتمام لهاد الدرجه من الاحسن ما تحضريش. وراها جاوبتني هي وقالت لي اصلا باباك ما غيكونش هنا باش يتسوق لهذا الشيء كاع. قررت نحيد هاد السيده من حياتي، ماشي غير من العرس. انسانه مسمومه ديما كانت كتستغنى حيت عارفاني ما عنديش مع تكوين صداقات وكنصبر على الدق. راجلي ديما كان كيكرهها، من نهار شافها غنصيفط ليها ميساج ونبلوكيها. سالينا. الحديث الثاني: ما كان غيخطبها ما والو، كان غيسمح فيها. شكرا لكاع الناس اللي خلاو تعاليق وشجعوني وعطوني نصائح، وكيف ما كنتوا كتوقعوا كاملين عندي لكم تحديث جديد وشي حاجه اللي ما كانتش على البال. طلع السيد اصلا كان ناوي يتفرق معاها ماشي يخطبها. كنتسائل علاش، كنت بنات ظريفه علاش غيتفرق معاها. وراه خطيبي تصاور ديال السكرينات اللي صيفطات ليا والسيد طلع ليه الدم وجعلت فيه العافيه. بقى كيشوف ما متيقش وقال: انا اصلا كنت باغي نتفرق معاها، ولكن كنت كنتسنى حتى يدوز العرس ديالكم باش ما نخصصش لكم الفرحه ديال العرس. بقاو كيهضروا هو وخطيبي، كان عندهم بزاف ما يتعاود ولقاو راسهم فاهمين. في ظروف اخرى كانوا غيكونوا صحاب. موراها خطيبي وصلوا لدارو ورجع في حاله. موراها صونا الخطيبي وقال له بلا صافي راه تفارقوا. هي حاولت تنكر الميساجات ولكن نسات ما مسحاتهم من تليفونها، وهو شاف كل شيء بعينيه. قال لها بلي ولا كيعيفها وما بقاش كيحمل يشوف وجهها، خصوصا انها كانت قبيحه حتى مع ماماه اللي كانت حتى هي مريضه.